السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله للناس اللي بتحب الأكلات بالزيت رح أسوي سبانخ بزيت الزيتون. أكل كتير سهلة وطيبة مفيدة كتير، وطريقة إن شاء الله رح تكون مميزة. وكمان إن شاء الله رح أسوي شوي وأشيلهم ببيت البوز أو بالفريزة لشتوية الجاي. يعني بنحسن نساويهم من هلا ونخزنهم لشتوية الجاي، بنطالعه أخضر مثل ما هو، بنستعمله طول فترة الصيف، بيضل على حاله وبتضل طعمته الطيبة وفائدته فيه. هلأ هذا السبانخ هيك شايفين، هذا هو السبانخ. هلأ هون أنا جبته نقيته ونقعته بالمي. أنا بنقعه بالمي 10 دقايق 15 دقيقة مشان هالرمل اللي فيه يطلع ويسهل علي غسله. لسه بدي اغسله مرتين وثلاثة واربعة ليطلع الرمل اللي فيه هو هيك من غير ما افرمه. وبعد ما بفرمه كمان بغسله كمان عدة مرات لحتى اتأكد رمل ما ضل فيه، ما رسه. بعقبه رمل هيك مثل ما هلا شايفين شقط فيه رمل، اتأكد ما رسه رمل بعقبه وصار نظيف لحتى افرمه. عفوا بكون فرمته، يعني بعد ما بغسله مرة تانية هو مفروم، بعدين بصفيه من المي وببدأ بطبخه وبنرجع ان شاء الله. عفوا هون في ملاحظة ما قلت لكم اياها، المي اللي نقعته انا فيها مي باردة من الحنفية، مو مي سخنة ولا مفترة، مي باردة عادية من الحنفية. هلا هيك فرمت السبانخ وغسلته، شايفين رجعت غسلته مرتين وثلاثة لحتى تأكدت ما ضل رمل ابدا. هلا هاي الطنجرة فاضية ما فيها مي ابدا، راح اسلقه بس ما راح احط مي، شايفين ما في مي مشان تضل فائدته موجودة فيه وما تروح بالسلق اذا حطينا مي. هاي الطريقة الصحية وكمان كتير سهلة. بسم الله. هلا اذا كانت الطنجرة تملت ولسه في عنا بنغطيه شوي، كل ما بيدبل بنرد بنحط الباقي هيك للطنجرة تاخد كل السبانخ. بس بدكم تنتبهوا يعني كمية السبانخ اذا كتيرة الطنجرة بدها تكون اكبر. شوفوا مي ما بحط ابدا، حتى المي البقيانة هون بالعقب كمان لانه الا يرجع يصفي مي عم بشيلها منه. هلا اصفي هدول شوي بالمصفي وارجع. هلا هيك على نار واطيه بشعل الغاز على نار واطيه، بسم الله الرحمن الرحيم، وبحطه وضروري نغطيه غطا هيك كامل هيك نغطيه هيك، ضروري نغطيه ونتركه. كل شوي بنجي بنقلبه من تحت لتحت. هلا لحاله بدبل. هلا في ناس بتقول لك انه ما له مي، هلا بده يلتدع من تحت بعقبه للطنجره. لا تخافوا ابدا ما بيلتدع. انا مي اول مره عملته كتير بهالطريقه وما بيلتدع ابدا. بنوطي النار وبنتركه ميته بتطلع منه وفيه. هلا هيك بعد ما دبل شوي شايفين انا قلبته تقليبتين. شوفوا المي، شايفين شلون صار فيه مي. هاي المي. هلا انا كنت موطيه النار على الاخير، هلا بعلي النار على الوسط لانه خلص صار في مي طالع ميته. بس طالع ميته بنعلي النار، بس بنرجع بنغطيه مشان يضل هيك لونه كويس هيك زيتي. هلا بصير لونه زيتي غامق، ما بدي لونه يتغير. نقلبه شوي وكمان ما بدي اياه يستوي كتير ينهمس همس. يعني نحن اذا بدنا نعرف استوى ولا لا حاجته نمسك هاي اللي هو العض هاد، نضغط هيك عليه باطفرنا، اذا طري يكون خلاص حاجته. هلا هيك خلاص انسلق صار جاهز. بدي اصفيه. هاي المي اللي طلعت منه اللي هي ميته، شفتوا انا ما حطيت مي، هي ميته. هاي كتير مفيدة، ما تكبوها، شيلوها بقنينة بالبراد. كل يوم اشربوا منها كاسة، يعني للي معه مرض واللي ما معه مرض الله يشافينا ويعافينا يا رب جميعا.
بتشربوا منه كاسه بشويه ملح، دره صغيره ملح، او كمان فينا نستغني عن الملح، ما بده ملح، بس للي يعني مشان شلون بدي اقول نتقبله شوي، او عصره ليمونه صغيره واشربوها. كتير مفيده، كتير كتير كتير، الافاده كلها بهي المي شايفينها. فانا بنصحكم لا تكبوها وانتم مثل ما بدكم. هلا هاي المي شايفين صفيتها، بدها تركها تبرد واشيلها بقنينه بالبراد. وهي السبانخ بدي احط له شويه مي من الحنفيه، مي بارده، وبعدين احطه بالمصفايه مشان يتصفى. ليش هي المي انا حطيتها؟ مشان لونه يضل هيك مثل ما انكم شايفين، هاللون الاخضر الزيتي الغامق، شايفين على هاللون؟ هذا اللون ما بيتغير، حتى لما هلا بدي افرزه اشيله بالفريزر كمان لونه بيضل هيك على طول، وطعمته كمان بتضل طيبه. خلص هيك هلا بروح بصفيه وببدا بقى بشتغل فيه. هلا شايفين بعد ما برد، شوفوا لونه منظوم، لونه ما تغير غير شي بسيط بس وبرد. نحن حطينا هي المي من الحنفيه مشان يبرد ولونه ما يتغير بس. هلا باي كيس تستعملوه للتخزين بالفريزر بنحط، بسم الله الرحمن الرحيم، نعبيه. هلا هاد لما نستعمله بعد ما نشيلها بالفريزر، وقت اللي نستعملهم بنطالعهم رأسا على الطنجرة اللي عم نطبخ فيها، بنوطي النار وبنتركه لحاله بحلحل البوز عنه. او اذا بدكم تطلعوه بتحطوه بمصفي تتركوه شوي لبين ما يحل البوز. هلا هيك نبده هيك بشكل هيك يكون كويس، نرقه شوي هيك، نطالع الهواء ما نخلي هواء فيه هيك. بسم الله. خلص هيك بنشيله ببيت البوز لشتوية الجاي، موسم الثاني للسبانخ بنلاقيه بنفس اللون ما بيتغير ونفس الطعمه مثل ما انكم شايفين. وهلا بدي اروح بقى اساوي الطبخه اللي قلت لكم عليها بزيت الزيتون. هلا لوقت ما صفى السبانخ مثل ما انكم شايفين، صفى من المي، جهزت انا رمان للزينه وبصل محمص كمان للزينه. هدول بدكم تحطوهم بدكم ما بتحطوهم مثل ما بدكم انتم. وهي كاسه زيت زيتون، كاسه شاي زيت زيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما يحمى زيت الزيتون بحط بصله وحده هي مفرومه ناعم. بسم الله. انا ليش حطيت البصله قبل ما يحمى زيت الزيتون؟ لاني زيت الزيتون ما بدي اياه يحمى من غير ما نكون ضايفين البصل او اي شيء نحطه فوقه، بس حمي بيعطي طعمه مي طيبه وفائدته بتروح. هلا حطيت ثوم، تقريبا راس ثوم صغير، 4-5 فصوص ثوم، يعني فرمتهم شرايح، يعني فرمتهم فرم، لاني بحط كمان ثوم مهروس. وبس هيك البصله استوت، يعني قبل ما تاخذ لون هي والثوم بحط لها نص معلقه صغيره نعناع يابس وفلفله حمراء يابسه كمان، يعني نص معلقه بنص معلقه. هون ليش انا هيك حطيت؟ حسب الكميه السبانخ اللي انا عم بساويها. انا هون عم بساوي 2 كيلو سبانخ، بكفي هيك. وهلا بسم الله الرحمن الرحيم حط السبانخ. السبانخ ما بنعصره، ما ضروري نعصره بايدنا، بكفي نحطه بالمصفى للصفة شغلة نص ساعة اكثر شوي بكفي. هلا نملح الطبخة مثل ما بدكم انتو. انا بدي احط شوية ملح صغيرة، الملح حسب الرغبة. وهي كمان 4 أو 5 فصوص ثوم مدقوق، هذا بدي احطه هيك على الني بعد السبانخ. هلا بنقلبهم مع بعضهم. وهلا على نار واطية بغطيها وبتركها تقريبا
4 دقايق او اكتر شوي، وبرجع بقلبها تقليبتين وبنشوفها. هلا هيك الاكله صارت جاهزه، 5 دقايق بس، خلاص نطفي عليها نقدمها. بسم الله. وهي اكله السبانخ مقلى بزيت الزيتون صارت جاهزه، ريحتها بتغرف القلب. وهذا البصل اللي انا حمصته معه حطيته للزينه، اذا سويتوه مع هاي الاكله بيعطي طعم كتير طيبه. هاي الاكله بناكل جنبها لبن اللي هو الزبادي، نعصر عليها ليمون، يعني الليمون بيعطيها كمان طعم كتير طيبه. بنغمسها نحن بالخبزه، كمان فجل جنبها او بصل اخضر اللي انتو بتحبوه، بس انا عبالكم اشي بيتاكل جنبها. اكله شتويه طيبه كتير، منظومه كمان كتير كتير. واذا عجبكم لا تنسوا اللايك وتعليق حلو مثلكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.